انا عايز اشتغل سايس. حقيقي فعلا دي جملة اتقالت لي النهاردة من حد من الشباب الجميل اللي كانوا بيشتغلوا معايا في المكتب، فلقيته جاي داخل عليا بيقول لي يا معالي المستشار انا عايز اشتغل سايس. فبصيت له باستغراب قوي كده، فبقول له ليه؟ قال لي لما يبقى السايس بيدخل في اليوم اكتر من 2000 جنيه وانا هنا قاعد على المكتب مش عارف اعملهم، يبقى انا لازم افكر اشتغل سايس. وفعلا لما ضربنا حسبه سريعه كده مع بعض لقينا السايس بيكسب اكتر مننا. قلت له خلاص ده مفتاح عربيتي، اتفضل انزل صور لي اللي بيحصل واعمل كأنك هتركن في اكتر من شارع رئيسي في المحافظة عندنا هنا في المدينة، وقول لي ايه اللي هيحصل، وهنبعته للسادة المسؤولين عشان يشوفوا الوضع على الطبيعة. ولو السادة المسؤولين ما حلوش الموقف وشافوا اللي بيحصل دوت صح، انا كمان هنزل اشتغل معاك سايس. نشوفوا بقى عمل ايه. ايوه هي دي بقى. ده باركنج ده يا باشا. ده تبع المحافظه؟ تبع المحافظه. مش معلهاش ختم ولا حاجه؟ لا الختم هيجي بكره. هيجي بكره؟ فاضي بقى. انت فاضي دي؟ انت فاضي والله. تتكلم حلو يا عم. اللي والله انت فاضي. مش عايز حقك؟ والله انت فاضي. هو انت مش عايز حقك؟ انت فوق، اطلع فوق، ارجع ارجع. ده من حمرا فين ده؟ بس اطلع بقى، اطلع. لا سيبها نزلها. لا شكرا. طب حاسبني طيب. حاسبك على ايه؟ بقول له انت مش انت وقفت. مش انا وقفت دقيقتين نزلت جبت من حاجه ماشي يا باشا، مش تروح حاسبني بقى. وحاسبك على ايه؟ طب ايوه وضح لي. طب عشان مش وقفت هنا. بص صلي على النبي. انت اديني حاجه تاكد لي ان انا حاسبك عليها واديك جنيه مش ولا غير اديك حاجه، جنيه. احنا المنطقه دي كلها تبعكوا ازاي يعني؟ انت تبع محافظه ولا تبع ايه بالظبط؟ محافظه ايه؟ احنا تبعنا احنا. بقالنا 10 سنين واقفين فيها. شوحني ليه؟ طب هتخش ده هتدخل ايدك في وشي؟ بقول لك بالادب اهو، انت مش هتزيد. لا لو استنى يا باشا، لو ما دفعناش يعني ايه اللي هيحصل؟ انتش طالع يا باشا عافيه. ازاي يعني عافيه؟ ايوه ما انتش طالع. ايه اللي ما انتش طالع؟ ايوه مش هطلعك يا عم وريني مش هتطلعني ازاي؟ ماشي وريني انت كده هتطلع ازاي. اطلع يا عم اطلع. خلاص يا عم خلاص مش عايزين نشوف. تدفع تطلع يا باشا، مش هتدفع. انت عايز كام مني؟